ان شاء الله النهارده هعمل بسكوت التمر بطريقه سهله جدا وبسيطه. عندي 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. هضيف عليهم نص كوبايه من السكر، انا استكفيت بنص كوبايه علشان الحشوه فيها تمر. هضيف عليهم رشه من الفانيليا السايله. وعندي هنا خليط ميكس بين السمنه والزيت، حوالي كوبايتين من السمنه حوالي 420 جرام، ونص كوبايه الزيت حوالي 100 مللي. عايزه تستبدلي بدل السمنه زبده استبدلي. هخفقهم كويس جدا مع بعض، والخليط عندي بيكون تقيل شويه. عندي كيلو من الدقيق المنخول، هضيف عليه نص معلقه من البيكنج باودر، وما تكتريش علشان البسكوت ما ينفش معاكي في الفرن. رشه من الملح، معلقه صغيره من المحلى بيديله ريحه وطعم حلو قوي. وعندي 3 معالق كبار من اللبن البودره بيديها طعم حلو قوي للبسكوت. طبعا المقدار ده كبير، لو عايزه تقللي نصه اعملي نصه، يعني حوالي نص كيلو من الدقيق. وابدا ان انا اقلبهم كويس كده مع بعض. هنزل عليهم بقى بالخليط كده، وابدا ان انا اقلبه بالسباتولا الاول، واتاكد ان الدقيق كله كده يختلط مع بعض. وبعد كده هستخدم ايديا. طبعا احنا عارفين ان اي نوع بسكوت ما بيتعجنش، يا دوبك احنا بنقلبه لغايه الدقيق ما يختفي بالشكل دوت. في الحاله دي انا هبدا انزل عليه بنص كوبايه من اللبن، طبعا حسب نوع الدقيق اللي عندك. في نوع بيشرب السوائل، وفي نوع بيبقى كويس جدا ما بيشربش سوائل، فحسب نوع الدقيق الموجود عندك، لو احتاج زودي. وبقت بالشكل دوت. هختبر العجينه هشوفها ان هي كويسه محتاجه ولا لا، بان انا اخد حته صغيره كده واشكلها بين ايديا. لو شققت معايا يبقى محتاجه، لو ما شققتش يبقى كده كويسه جدا. وكده بقت كويسه قوي. هبدا ان انا اغطيها واسيبها حوالي ربع ساعه ترتاح، وابدا اجهز الحشوه. عباره عن تمر، بضيف عليه معلقتين كبار من السمنه البلدي. طبعا السمنه البلدي مع التمر او العجوه بتدي ريحه وطعم حلو قوي. ومعايا 3 معالق من السمسم المحمص، ممكن تضيفي قرفه حسب اللي انت عايزه تضيفيه. وهشكلها على هيئه كور بالشكل دوت. طبعا العجينه هنا عندي ارتاحت، وابدا ان انا اشكلها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وابدا ان انا اشكل العجينه، بحط كده قطعه من العجوه. طبعا احنا كلنا عارفين، وهنشكلها كده على هيئه كور كده. انا هستخدم هنا المكنه اللي هي حلوه قوي دي، بتدي اشكال حلوه قوي واشكالها كتير، ممكن تستخدميها حلوه قوي في التشكيل. انا بحب اعفرها بشويه دقيق عشان اضمن ان هي ما تلزقش. طبعا هي مش هتلزق، بس عشان تضمني ان العجين معاكي ما يلزقش. طبعا انا هجهز الفرن على درجه حراره 200، ولازم فرن يكون سخن. البسكوت بيخش على فرن سخن طبعا، وكل واحد حسب الفرن الموجود عنده. بتاخد معايا حوالي ربع ساعه. اول ما تحمر معايا من تحت ببدا اولع عليها الشوايه من فوق علشان تدي لون الذهبي. وطبعا زي ما انا قلتلك كل واحد حسب تسويه الفرن عنده ايه. وبالشكل دوت خرجتها كده من الفرن، وبقت بالشكل الجميل ده، عطت لون ذهبي حلو وريحتها حلوه جدا. وهي ولا خشنه ولا هي ناعمه قوي، يعني وسط، بقت حلوه جدا. واول ما تبرد معاكي هتبداي تحطيها في علبه مغلقه واقفلي عليها. شايفين التسويه واللون؟ طبعا ريحه جميله جدا. وادي العجوه، بصوا لما اضغط عليها بصوا طريه ازاي، ولا هي ناعمه قوي ولا هي خشنه، حلوه جدا. جربوها هتعجبكم، وبالهنا والشفا.